بيقول لي يا مس، انا متحمس جدا 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 جدا. خير يا حسين، في ايه؟ قال لي انا خلاص بقيت ثانويه عامه. قلت له مبروك. قال لي انا عايز دلوقتي اجيب في كل ماده على الاقل 5 كتب، مش هقبل بقى اقل من كده. سالته 5 كتب شرح ولا حل؟ قال لي لا، 5 كتب علشان احل، لان الاسئله بتاعتنا او النظام بتاع الامتحانات جاي على الحل كتير. قلت له طيب انت هتروح عند مين من المدرسين مثلا، والمدرس بتاعك رشح لك كتاب ايه، وهيشتغل معاك ازاي، النظام بتاعه ايه، وهكذا. ما جاوبش. صوت صرصار الحقل في الخلفية. السلام عليكم، انا ايات الناجي، ودي سلسلة اسئلة محدش هيجاوبك عليها للثانوية 2027. ممكن يكون الريل بتاع المرة دي ده قصير شوية عن الريلز اللي كانت قبل كده، بس ده أنا بعتبره من الموضوعات المهمة جدا، اللي هو هشتغل من كام كتاب. أول حاجة، حضرتك هتيجي في أول شهر 9 تبقى محدد أنت شغال مع مين، وبأي شكل من الأشكال الشخص اللي احنا هنكمل معاه أو المدرس اللي احنا هنكمل معاه ده احنا كده خلاص معاه لحد الآخر. دي نقطة. النقطة التانية، ما تشتريش كتب غير اللي المستر يقولك عليه. طيب المستر بتاعي قال لي انا هجيب 5 كتب، المستر ده نصاب. ليه؟ لا انا عندي وقت ولا جهد ولا طاقة اني انا اقعد مع كل مجموعة هتشتغل معايا احل معاها 5 كتب. المستر ده هيعمل حاجة من الكام حاجة اللي انا هذكرها. اول حاجة هيقولك يبقى في سبونسر بينه وبين صحاب الكتب دول، فهياخد نسبة، فانت هتلبس في الاخر كده كده يعني. يا اما هو اصلا هيبقى عامل الكتاب ده وحضرتك المفروض تشتريه. طيب دي نقطة. النقطة التانية، ممكن يكون المستر ده بيحب الكترة مش بيحب الفكرة. يعني ممكن ايه اللي هو انا الطلاب عندي بتحل 5 كتب. طب يا باشا انت عرفت الكتاب ده اصلا فيه افكار ايه؟ حليت معاه الافكار دي، راجعت الافكار دي، عرفت ان الفكرة دي متداولة في الكتاب 1 2 3 وبتيجي بشكل 1 2 3، وقلت له خلي بالك لو جاتلك السؤال ده يتحل بالطريقة كذا، ولو اتغيرت بس الكلمة دي هيتحل بالطريقة كذا. لا. طيب حضرتك هيبقى عندك وقت في كل تشابتر او في كل درس تصحح 6 أو 7، ده اتليست 6 أو 7، ده ما كانش اكتر من كده، بتوصل ل10 صفحات في المادة الواحدة او في الفصل الواحد او في الدرس الواحد. طيب انا معايا جيش من الاسيستنت، الجيش بتاع الاسيستنت ده هيبقى بيركز على الديتيلز، يبقى عارف ان الطالب اللي قدامه ده حل وخلاص، ولا يبقى فاهم السؤال ده اتحل ازاي ووصل للاجابة دي عن طريق ايه؟ ولا حضرتك بتدور على ان يبقى محلول في الكتاب كده كام صفحة ونتصور جنبهم في اخر السنة وشكرا على كده؟ بطلوا نصب على الناس يا جماعة، اتقوا الله. يعني انا دلوقتي واحد هحل كتاب واحد من الجلدة للجلدة، وابقى متأكد ان الافكار اللي موجودة جوه الكتاب دي خلاص اتزرعت جوه دماغ الطالب اللي عندي، افضل عندي من ان انا اروح اجيب 40 كتاب مختلف بافكار مختلفة وهو كله في الاخر محصلة واحدة. ما شاء الله الكتب دلوقتي بقى كلنا بنجتهد وكلنا بنجيب افكار حلوة جدا وفي اسئلة قوية جدا في كل الكتب. ما حضرتك بيتعرض عليك كل الكتب دي، طلع الفكرة اللي هي مش موجودة في الكتاب اللي انت قلتها للطالب وناقشوا فيها، هاتها له في امتحان مثلا كسؤال كده حاجة في النص، على اساس ان انت هتقعد تتناقش معاه في حل الاسئلة او كده. طيب هل بالكترة بتاعت الكتب؟ لا، رأيي انك تجيب كتاب واحد وتبقى حله من الجلدة للجلدة وعارف كل الافكار بتاعته ده خلال السنة، وفي وقت المراجعة جيب كتاب مختلف تاني عن الكتاب بتاع طول السنة. مش بالكترة بتاعت الكتب، مش بكمية الكتب، مش بكمية الأسئلة اللي المدرس بتاعك بيديها لك وانت مش عارف تجاوبها أصلا، بتروح تنقلها من على اليوتيوب أو بتدخل على تشات جي بي تي وتصحح الأسئلة سيركل 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 وخلاص.
وانت مش فيه، دماغك فاضيه مفيهاش اي حاجه ومفيهاش اي معلومه عن الماده اصلا، ونيجي كلنا نلطم في الاخر. لا، اتقوا الله، كتاب واحد للماده. الا بقى انا يعني دي في مادتي، ممكن يكون في كتب تانية بتحتاج مثلا زي العربي يبقى في جزء من كتب كويس في النحو، في جزء كويس في القراءة، جزء مش عارفة كويس في البلاغة، وهكذا. كل مادة وليها طبيعتها، بس مش هنروح نشتري 3 4 5 كتب في المادة الواحدة وما نحلش فيهم حاجة، يبقى الكتاب بيتسلم للناس اللي بعدين وخلاص المناهج بتتغير، وراح اشتري انا كتاب قد كده على قلبي وادفع فيه فلوس قد كده ومحلش فيه اصلا حتى ربعه. حرام، اتقوا الله. الفترة دي المدرسين كلها، يعني اعتقد الناس اللي عندها ضمير وذمة بتعمل الموضوع ده، بيتعرض عليها كل الكتب، بتشوف كل الافكار اللي موجودة في الكتاب وايه اللي انا ممكن اشتغل منه والعب على 60 من 60 في المادة بتاعتي او 80 في العربي او whatever بقى هي المادة ايه، واجي في الاخر بقى خلاص انا استقريت على الكتاب ده، انا هشتغل منه في الشرح او وقت الدراسة، وهشتغل من الكتاب تاني بقى حاجة قوية كمان وقت المراجعة. طب المستر بتاعي بيعمل شيت، والله على راسنا، بس اساسي لازم تجيب كتاب خارجي عشان تشوف افكار الناس التانية اللي حواليك عاملة ازاي. وده كان سؤال من ضمن الاسئلة بتاعتنا مش او الكتب، المذاكرة بتاعتنا مش بالكترة بتاعت الكتب، بيوصل لدماغك قد ايه، انت بتعرف تبقى لو جالك سؤال تريكي شوية بتعرف تحله ولا لا. بس، والسلام عليكم.